السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم، يا رب تكونوا كلكم في أحسن حال وأتم صحة. موضوعنا النهاردة هو نقاط ضعف النرجسي، غبائه في التعامل مع نقاط الضعف دي عند النرجسي. زي ما تعودنا مع بعض، لايك وشير وسبسكرايب. ادعموني كتير على صفحتي فيسبوك هناء السيد، ان شاء الله التواصل بيبقى من خلال الصفحة او من خلال واتساب بسيبه في الديسكريبشن. ويلا بينا نبدأ الفيديو. النرجسي سريع الغضب، وغضبه لا يتناسب مع الموقف اللي كان السبب في هذا الغضب، وبالتالي فهو عنده غباء أخلاقي. احنا بنسميه في علم النفس الغباء الأخلاقي، اللي هو عدم قدرة الشخص على التوازن بين متطلباته الشخصية وبين القوانين اللي بيضعها المجتمع لحماية الناس، وعشان نحترم بعضينا وعشان نحترم الناس اللي حوالينا. فبنلاقي ان النرجسي بيتعدى على كل القوانين، بيكسر كل القوانين، لا يستطيع ان يخضع تحت اي قانون. وبالتالي بنلاقي كل الناس اللي حوالين النرجسي لازم يكون ليها مصلحة، ومصلحة كبيرة قوي مع النرجسي، عشان كده بيبقوا حواليه او على علاقة بيه في سبيل هذه المصلحة. لكن الناس اللي عندها ثقة في نفسها، راضية بمهاراتها بقدراتها على التواصل الاجتماعي، طبعا هي بيبقى عندهم قوة حدث، وبيكتشفوا الشخصيات النرجسية على فكرة من غير حتى ما يكون عندهم دراسة طب نفسي أو علم نفس أو واخدين كورس تنمية بشرية أو أي شيء. هما بيكتشفوا النرجسي من قوة الحدث اللي عندهم، من خبرتهم في التواصل الاجتماعي وذكائهم الاجتماعي، بيقدروا ان هم يستكشفوا الشخصيات النرجسية. النرجسي اللي بيدعي الذكاء فهو ذكاؤه مقتصر على النواحي العملية، على الدراسة، على الوظيفة اللي هو فيها، علشان يقهر الآخرين. ولكن الذكاء اللي عند النرجسي ما هواش الذكاء الفطري اللي يخليه قادر على إقامة علاقات اجتماعية ناجحة، وإقامة إنه يعني يبقى إنسان سلس أو إنسان محبوب من الناس. طب هل النرجسي مدرك لنقاط ضعفه؟ النرجسي مدرك لنقاط ضعفه، وما بيحاولش إنه يصلح من نفسه. بالعكس، هو عنده حيلتين: اما انه يمثل علشان يداري على نقاط الضعف دي، وطبعا التمثيل عن طريق التقليد، ان هو بيقلد الناس اللي بتضحك، بيقلد الناس اللي بتعيط، يقلد مشاعر الحب، كل ده عن طريق التمثيل. خلاص. او انه لو هو بقى في حد بيتهمه بشيء سلبي او هو شايف في نفسه حاجة سلبية، فالأسهل عليه إنه يسقطها على الآخرين، الأسهل عليه إنه يصف الآخرين بيها. وبالتالي النرجسي يفتقر إلى المهارات الاجتماعية، يفتقر إلى مهارات التواصل الاجتماعي، لأنه شخص غير متوافق أصلا مع ذاته، فبالتالي بيبقى صعب عليه إنه يتوافق مع المجتمع. تمام. النرجسي لا يعترف بخطأ ولا يشعر بذنب، لأن الاعتراف بالخطأ والشعور بالذنب هيكلفه مجهود الإصلاح، هيكلفه مجهود إنه هو يعدل نفسه حسب ما الناس عايزة، هيعدل نفسه حسب ما عشان المجتمع يتقبله. طبعا هو اترفض من زمان من أسرته الأولى، وبالتالي هو شخص ضد المجتمع، فبيميل إلى إيه؟ يميل إلى السيطرة على المجتمع، يميل إلى السيطرة على أي شخص بيقابله، بيفرض عليه أوامره، يفرض عليه صفاته السلبية ويسقطها عليه، ونظام يعني إيه، بيفرض شخصيته وسلبياته على الناس، ومنتظر ان الناس، يعني هو شايف انه هو شخص مسلم بيه، لازم الناس تتقبله، لازم بسلبياته بسلوكه المرضي، من غير ما هو يعدل نفسه او ان هو يصلح نفسه. خلاص. لان ده طبعا بيتطلب منه مجهود. طبعا احنا عارفين ان النرجسي ما بيبصش الا يعني لنفسه، مصلحته،
بيغير من كل اللي حواليه، مش منك انت بس، لا، النرجسي بيغير من الناس كلها. وبالتالي هو النرجسي بنلاقيه دايما بينزعج جدا لنجاح الآخرين، لأن نجاح الآخرين دليل على بيقلل من ثقته بنفسه، بيحس ان هو قليل حقير، بالاضافه ان هو اصلا من غير ما حد ينجح جنبه هو شايف نفسه قليل وحقير. فبالتالي اي نجاح، اي تفوق، اي سعاده، اي فرح عند الاخرين هو بيزعل وبيصاب بالحزن والاكتئاب. هو اصلا الاكتئاب والعزله هو صفات اساسيه عند الشخصيه النرجسيه. خلاص. كمان النرجسي ما بيخططش للمستقبل، يعني ما عندوش نظرة مستقبلية. ليه؟ لأن النرجسي أصلا ما بيتعلمش من أخطائه، يعني أخطاء الماضي لما احنا كناس طبيعيين لما بندركها بنصلحها ويبقى عندنا قدرة على التطور. لكن النرجسي ما عندوش نظرة مستقبلية، لانه ما عندوش قدرة على التطور ولا يقدر انه يعني يخطط. عنده كمان عدم ثقة بنفسه، فبالتالي ما عندوش اتخاذ قرار، عنده تردد، دايما بيلجأ للآخرين في اتخاذ القرارات، سواء القرارات الخاصة بموضوعات يعني زي مشاريع مستقبلية مثلا، أو قرارات حتى عادية اللي هي القرارات اليومية. النرجسي يفتقر إلى التفكير المنطقي، فنجده بيربط نتائج ليست لها أي علاقة بالمقدمات. ما عندوش ترتيب لأفكاره، ما عندوش كلام يستند إلى منطق أو مرجعية أخلاقية أو مرجعية علمية أو مرجعية دينية. بنلاقيه الأفكار داخلة في بعضها، الكلام داخل في بعضه، ده بيخليه أكثر عرضة للانخراط في الأوهام والانخراط في عدم التفكير المنطقي والخرافات. وكتير قوي من النرجسيين بيدعوا على نفسهم ان هم ليهم علاقة ليهم قوة خفية، وان هم ليهم علاقة بان هم انه يقدر يعمل اي حاجة، عندهم تخاطر عقلي. وفي منهم بيقدر انه يعمل تخاطر عقلي سلبي عشان يأذي الاخرين، او انه هو يبص لحد معين بصة مش كويسة عشان يحدث فيه حسد او يحدث فيه طاقة سلبية فيؤذي الشخص الاخر. فبنجد ان النرجسيين هم اكثر عرضة لمرض الفصام. الفصام هو مرض عقلي في كتير جدا من صفات الشخصية النرجسية، يعني في تشابه، ولكن الفصام بيبقى صاحب الفصام بيبقى ما عندوش يعني نظرة المجتمع مش هماه، وبالتالي ممكن ان هو يمشي في الشارع بيهمل نفسه وبيهمل ملابسه وبيلجأ للخرافات، بيبقى عنده هلاوس سمعية وبصرية. ده يعني التطور للشخصية النرجسية. إذا النرجسي ممكن يحصل الفصام ده امتى؟ لو النرجسي ما قدرش انه يمثل التمثيل اللي بيخلي صورته مقبولة قصاد الناس، وفي نفس الوقت ما قدرش انه يسقط على الناس صفاته السلبية، فبالتالي ممكن يحصل له فصام ويبقى عنده فصام. تمام. ده كانت نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.